هل انت فعلا محتاج كل ده عشان تعرف تخطط صح لحياتك؟ احنا في الفيديو ده هنعرض محاضرة كاملة من كورس ادرك عمرك عن موضوع التخطيط عشان تفتح في دماغك افكار كتير ومفاهيم كتير ممكن تبقى اول مرة تعرفها. دلوقتي دي اول محاضرة في كورس ادرك عمرك. احنا بقى بنعمل ايه دلوقتي؟ احنا قلنا في المقدمة ان اي حد عايز يوصل لهدفه بتقابله مجموعة عوائق، فاحنا دلوقتي هنتكلم عن اول عائق وهو التخطيط. هنبتدي بايه؟ بتعريف التخطيط بشكل علمي. بالله عليكم ركزوا معايا. تعريف التخطيط بشكل علمي هو عملية تهدف الانتقال من الوضع الحالي للوضع المأمول. اذن انت محتاج التخطيط كأول عملية وأول إجراء عشان توصل لأهدافك. وبالمناسبة أول مرة ظهر علم التخطيط كان سنة 1910 على إيد النمساوي الاقتصادي كريستيان شويندر، وشاع مفهوم التخطيط في العالم لما الاتحاد السوفيتي استخدمه سنة 1928 وعمل مبدأ التخطيط الشامل. وعلى الرغم من حداثة علم التخطيط نسبياً، إلا إنه من الممارسات القديمة في الحياة الإنسانية، لأن عملية اتخاذ إجراء في الحاضر لجني ثمار في المستقبل هي من الممارسات الإنسانية عبر التاريخ. سمعت دي كويس؟ اتخاذ إجراء في الحاضر وجني ثمار في المستقبل. لو رجعنا لتعريف التخطيط، الانتقال من الوضع الحالي للوضع المأمول، هو ده التخطيط. بعد ما عرفنا يعني إيه تخطيط، لازم يبقى عندك إجابة على سؤالين مهمين جدا لو عايز تخطط صح. السؤال الأول، إيه هو هدفك بدقة؟ الوضع المأمول. والسؤال التاني، عرف نفسك وإيه وضعك الحالي. وكل ده إن شاء الله هنتكلم عليه وهنشرحه. طيب السؤال الأول، إيه هو هدفك بدقة؟ تاني، إيه هو هدفك بدقة؟ وضوح هدفك يعني وضوح خطواتك، وغموض هدفك وعدم وضوحه بدقة يعني غموض خطواتك، وغموض خطواتك يعني عدم التخطي أصلا. أنت ما بتتحركش نحو أي شيء إلا تضييع عمرك. ولما بيبقى هدفك واضح، ده بيرغمك على إنك تخطط وتشتغل. وعود نفسك إنك يبقى عندك هدف محدد واضح وإنك تفكر بالقلم والورقة. تخيل إن 3% من الناس عندهم أهداف واضحة مكتوبة. متصور؟ 3% بس من الناس. لأن الهدف الواضح المكتوب ده بيبقى هدف مرئي وملموس، فتقدر إن أنت توصل له وتحققه، غير خالص الهدف اللي بيبقى في دماغك. فأنت محتاج تكتب هدف واضح محدد وواضح المعالم. طيب في دراسة عملتها جامعة هارفارد، دراسة غريبة جدا. الدراسة بتقول إن جامعة هارفارد جابوا 100 شاب وبنت وقالوا لهم انتوا عايزين تحققوا ايه خلال ال10 سنين الجايين. فكتبوا هم عايزين يحققوا ايه، وكانوا اللي كتبوا دول على نوعين. 90% منهم كتبوا أهداف عامة، يعني عايز أبقى غني، عايز أبقى مشهور، اللي هي يعني الأمريكان دريم زي ما بيقولوا. و10% بس كتبوا أهداف محددة، يعني عايز يبقى معايا مبلغ كذا في مدة قد كذا، عايز أبقى رئيس الشركة الفلانية، عايز أبقى نائب رئيس الإدارة الفلانية. كلام محدد واضح. وخد بالك إن الكلام المحدد الواضح ده بيبقى قابل للتطبيق أو قابل للقياس بلغة علماء الإدارة. وبكل بساطة لما الهدف بتاعك يبقى قابل للتطبيق وقابل للقياس، تقدر تحدد انت وصلت له ولا لا. المهم انهم سابوهم الفترة دي وبعد كده بدأوا يتابعوهم، فلقوا ايه؟ 100 دول بقى عندهم ثروة رقم معين. لقوا ان 96% من الثروة دي كانت لأصحاب الأهداف المحددة، اللي هم 10% بس. 96% كانوا لل10%، وال4% الباقيين من الثروة كانوا لل90% اللي كتبوا أهداف عامة.
عشان كده العلماء بيقولوا عشان تكتب هدف واضح التفاصيل لازم يبقى ايه؟ لازم يبقى متصف بحاجة اسمها 3B. اول بي ان هو يبقى بوزيتيف، ايجابي. يعني ما ينفعش تقول انا مش عايز ابقى كذا، لا، بكل بساطة عقلك ما بيقبلش ده. يعني أنا مثلا دلوقتي لو قلت لك ما تفكرش في الفراخ المشوية، طب ما تفكرش في الطحينة اللي جنب الفراخ المشوية، طبيعي انت فكرت، انت مش بعيد تعمل اوردر اصلا، يعني عقلك لا يقبل النفي اصلا. والتاني حاجة في 3B اللي علماء الإدارة قالوا عليهم ان هو يبقى بيرسونال، شخصي. يعني ما ينفعش تقول انا عايز ابني يبقى دكتور او عايز ابني يبقى مهندس، ده مش هدف اصلا، لازم الهدف يبقى بتاعك. وبالمناسبة اعلى نسبة رسوب في المجتمعات العربية في كليات طب وصيدلة، سنة اولى طب وصيدلة. ليه؟ لان غالبا دي كانت اهداف اهلهم مش اهدافهم هم. وكتير من رواد الاعمال ومشاهير التجار في العالم ما كملوش تعليمهم اصلا وانت عارف. المهم نوصل لاخر بي في 3Bs، ان هو الهدف يبقى possible. يعني ايه؟ يعني قابل للتحقيق، وده شيء شخصي نسبي. يعني ايه؟ يعني ممكن يبقى قابل للتحقيق عندنا غير قابل للتحقيق عندك. مثلا اديسون مخترع المصباح الكهربائي، وبالمناسبه عنده اختراعات كتير. المهم ان الراجل ده يقال ان هو حاول 100 مره و1000 مره، خلينا في 100 مره. وبعد ما حاول 100 مره قالوا له يعني بقالك 90 مره فشلت فيما تريد. قال لهم لا، انا وصلت ل90 طريقه غلط لا تؤدي الى ما اريد. وفي الاخر وصل واخترع المصباح الكهربائي، واحنا قاعدين في لوكيشن وتصوير اهو وقاعدين على حسه. فالمهم ان الهدف كان قابل للتحقيق عند اديسون غير قابل للتحقيق عند غيره. احنا دلوقتي في السؤال الثاني اللي بيقول عرف نفسك ووضعك الحالي. مهم جدا قبل ما تخطط انك تعرف نفسك كويس، لان بكل بساطه انت ممكن تبقى عايش وانت مش عارف نفسك، وناس كتير عايشه وهي مش عارفه نفسها. طيب انا دلوقتي عشان اعرف نفسي كويس اعمل ايه يعني؟ علماء النفس بيقولوا ان احسن طريقه تعرف بيها نفسك هي طريقه العصف الذهني والتحليل. طيب هنعمل ايه برضو؟ طيب احنا دلوقتي هنعمل مع بعض تطبيق عملي بكل بساطه، محتاج ورقه وقلم، وطبعا الكورس كله محتاج ورقه وقلم. التطبيق العملي ده هيخليك حاطط نفسك قدام نفسك على الورق. اول حاجه محتاج اعرفها هي عاداتي السلبيه وعاداتي الايجابيه، وايه هي نقط قوتي وايه هي نقط ضعفي، وايه الفرص اللي قدامي اللي مش محتاجه تحديات سهله، وايه الفرص اللي محتاجه تحديات، ايه المشاكل اللي في حياتي لو انا عايشها، ايه هي مهاراتي، ايه هي احلامي، ايه هي احسن وابرز صفاتي السيئه وابرز صفاتي الحلوه. دلوقتي بعد ما تعمل الجدول ده هتشوف صورة تانية لنفسك انت ما شفتهاش قبل كده. بالله عليك انت عملت كده قبل كده؟ يعني قعدت مع نفسك وكتبت الصفات وشفت نفسك وحللتها وخدت وجبت كده؟ غالبا يعني لا. فمحتاجين ان احنا نعمل ده جدا. طيب وحاجة كمان محتاجين نعملها، كل ده عشان نحط خطة، ان احنا نعرف الوقت اللي احنا بنضيعه بيضيع في ايه. فهنعمل برضو دلوقتي حالا تطبيق عملي. اول حاجة التطبيق ده هيبقى ايه؟ قبل ما نعمل التطبيق محتاجين، يعني مهم جدا انك تعرف ايه الحاجات اللي بتهدر وقتك، لانك بكل بساطة لو ما سبتش الحاجات اللي انت عارفها كويس اللي هي بتضيع وقتك يبقى انت غير جاد وهازل في مرادك. فدلوقتي هنعمل جدول، الجدول ده ايام الاسبوع والزمن في الجنب، بس الزمن في الجنب بالساعة، يعني من 5 ل6، من 6 ل7. هنبتدي من 5 الفجر مثلا لحد 5 الفجر تاني يوم، كده معانا 24 ساعة. ساعة هنكتب ساعة. طب أنا ببقى نايم من الفجر لحد قبل الظهر، مش مشكلة، من 5 لقبل الظهر نوم. وبعد كده كل شوية أروح على الجدول أكتب أنا عملت إيه. بكل بساطة الجدول ده هيساعدك إن أنت تكتشف الوقت المهدر اللي هو يعني هيبقى أعظم وأكبر بكتير من كل توقعاتك. كلمنا على رقم الواتساب ده لو عايز تعرف خطوات الاشتراك في الكورس.